ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهارده بصوره السبت، وبكره الحد عندي جامعه، اول يوم جامعه. ف هوريكم هحط ايه معايا في الشنطه، عشان في حاجات اساسيه كده لازم ما تطلعش من شنطه كل بنت، لازم. وعلى حسب برضو احتياجاتك، محتاجه ايه تحطي اللي انت عايزاه، حسب الحاجات اللي انت بتاخديها كل يوم معاكي، فاهمين؟ بس زي ما قلت لكم في حاجات اساسيه لازم تكون معاكي، فانا هقول لكم هحط ايه ونجهز سوا، ونجهز الشنطه مع بعض سوا. اوكي؟ بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وبس. خلونا نبدا. فاول حاجه اوريها لكم هي الشنطه اللي انا هاخدها معايا بكره. الشنطه الكبيره دي، مش عارفه انا جبت شنطه كبيره ليه بجد، بس انا بشوف البنات بياخدوا شنط كبيره معاهم الجامعه، وكذا حد قال لي شنطه كبيره شنطه كبيره، وبيبقى على فكره على حسب التخصص اللي انتوا فيه، فاهمين؟ في ناس ما بتكتبش، في ناس ما بتاخدش كشاكيل معاها، هي بس حاجاتك الشخصيه وخلاص، فاهمين؟ حسب التخصص اذا كان عملي او نظري اللي انتوا فيه وكده. بس انا قلت انا كده ما عنديش شنط كبيره، كل شنطي صغيره، وساعات بحتاج شنط كبيره وما بلاقيش، فجبتها. هتشيل حاجات كتيره قوي، وخصوصا انا من الناس بجد اللي ما بتحبش تشيل اي حاجه في ايديها. ايدي لازم تكون ما فيهاش حاجه، ما بطيقش امشي بحاجه في ايدي، حتى ازازه الميه لازم احطها في الشنطه، التليفون في الشنطه، ما بحبش امسك حاجه في ايدي، فاهمين؟ اول حاجه بقى نحطها في الشنطه، بديهي جدا، بديهي يعني رايحين الجامعه، رايحين الجامعه، هندرس، فطبعا لازم كشكول معانا وقلم لازم. فعندي الاتنين دول، هاخد دي او دي، بس ما اعتقدش محتاجه الكبير ده في حاجه، فاهمين؟ خصوصا اول يوم يعني مش هنكتب حاجات، فهاخد ده والقلم بس واحطهم في الشنطه. فخلونا نبدا بالحاجات المهمه اللي لازم ما تخرجش من شنطتك، وبعد كده الحاجات اللي اوكي بيختلف من بنت لبنت، فاهمين؟ محفظه اللي فيها الفلوس والكارنيهات بتاعتك، اذا كانت البطاقه، الكارنيه بتاع الجامعه، الحاجات دي كلها لازم تكون معاكي في الشنطه، وفي حته ما بتطلعهاش من الشنطه، فاهمين؟ يعني لو حتى غيرتي الشنطه لازم الحاجات دي تكون معاكي. حاجه مهمه قوي، خديها نصيحه مني، ولو انت ما بتعمليهاش جربي انك تعمليها. فلوس ساعات بتخلص مننا، فلازم تشيلي فلوس احتياطي في مكان في الشنطه، ما بتطلعهاش غير بجد لما بيكونش معاكي فلوس، او في الحاجات الاساسيه جدا، فاهمين؟ يعني مثلا ايه، ممكن نكون خلصنا الفلوس اللي معانا واحنا مش عارفين ولازم نروح، ففلوس المواصلات هتاخديها منين؟ فلازم بجد يكون معاكي فلوس، ما تقربيش منها غير لما بجد تكوني محتاجاها. حطي 50 100 اي حاجه، لان الفلوس دي مش هتصرفيها غير لما تكوني بجد محتاجاها. الحاجه دي برضو مهمه قوي، ابره وخيط. طبعا مش محتاجه اقول لكم قد ايه هي بتنفع، قد ايه بتحصل مواقف حاجه تتقطع، حاجه تتشد. صدقيني محدش هينجدك غير نفسك. لازم تحطي حاجاتك في الشنطه، الحاجات اللي هتحتاجيها. وساعات البنات ما بتكونش معاهم، ساعات مواقف كتير بتحصل انت ما تعرفيش، وبعدين دي جامعه كل يوم هتنزلي، وبتبقي من الساعه 8 او الساعه 6 في الجامعه لحد اخر النهار. فبجد الحاجه دي خليها معاكي في الشنطه، مش هتاخد مكان اساسا، فخليها معاكي وصدقيني هتحتاجيها. الحاجه اللي بعد كده بالنسبه لي انا كمان بحط برضو اللزق بتاع الجروح وكده، خصوصا بستخدمه للجزم او الكوتشيهات من ورا لما بتعور، فاهمين؟ حطيه معاكي برضو هتحتاجيه. الحاجه اللي بعد كده ولازم تاخديها حتى لو مش بتتعبي، صدقيني حتى لو مش بتتعبي خليها للبنات معاكي، فاهمين؟ بتحصل حاجات كتير لازم يبقى معاكي مسكن في الشنطه، اي مسكن بقى بتستخدميه. يعني انا مثلا باخد بنادول ده حلو. الحاجه اللي بعد كده لازم تحطي ديودرنت قبل ما تنزلي. بصي، هو مش شرط انك تاخديه معاكي، انا مش شايفه انك اصلا تاخديه معاكي، لان الحاجات دي بتقعد 48 ساعه او 24 ساعه. مش شرط ان انا بقولك كده ان انت ما تجددوش، لا، بس يعني على ما اظن مش هتحتاجيه معاكي في الشنطه، بس لازم تحطيه قبل ما تنزلي، قبل ما تلبسي، فاهمين؟ فممكن نستبدله بسبراي، ممكن نستبدله بادي سبلاش، الحاجات دي كلها، بس لازم يبقى ريحتك حلوه، ولازم فاهمين النظافه برضو. فالحاجه اللي بعد كده هي المناديل. قوليلي كم مره وقفتي البنات وسالتيهم يا جماعه معاكم منديل؟
لازم يبقى معايا في الشنطه صدقوني. بسحب كام منديل كده وبحطهم معايا في الشنطه. نزلتي هاتي الباكت الصغير حطي معاكي في الشنطه، هاتي 2 3. طيب نخش على الحاجه اللي لازم ناخدها معانا. لازم كحول. بالنسبه لي انا كورونا خلصت ايوه وما بقاش حد بيستخدمه زي الاول، بس اتعودت عليه. يعني مش بعرف بجد انزل من غير ما يبقى في شنطتي اذا كان الجل ده او الكحول ده. لازم مثلا هاخد الجل ده معايا، ولازم برضو يبقى معاكي هاند كريم ماشي، وخصوصا في الشتاء. خصوصا في الشتاء هننزل الجامعه كتير في الشتاء، فلازم يبقى معانا هاند كريم ده او ده، اي واحد فيهم. انا هاخد ده. اخر حاجه اساسيه هحطها في الشنطه او اكشلي اخر حاجتين سان بلوك. دي جامعه اوكي، جامعه لازم سان بلوك او سان سكرين. والشاحن، الشاحن وخصوصا للناس اللي تليفوناتها بتفصل بسرعه زي تليفوني، فلازم حطوا معاكم الشاحن صدقوني. اخر حاجه طبعا لازم تكون في شنطه كل بنت. لازم نحط بادز معانا. متعرفيش بتنقذ في اوقات محرجه جدا، فلازم حطي معاكي واحده او 2 هتحتاجيها. احنا كده خلصنا الحاجات الاساسيه اللي لازم تكون في شنطتك او في شنطه كل بنت. نخش بقى على الحاجات ايه اللي ناس تاخدها وناس لا، فاهمين؟ اول حاجه هبدا بيها هي السماعات بتاعتي، ما بعرفش امشي من غيرها فلازم نحطها معانا. الحاجه اللي بعد كده النضاره. نكمل شياكتنا وسيبكم بقى من الشياكه وكده، الشمس وكده، فباخد معايا النضاره وبحطها في الكفر عشان بتتجرح من الشنطه، فبحطها كده اهو. الحاجه اللي بعد كده اللي هتكون اساسيه بالنسبه لي انا كبنت بشعرها وكده، لازم معايا صدقوني بقى رايحه الجامعه مش رايحه الجامعه، نازله مشوار صغير، اي حاجه ما بتطلعش من شنطتي لازم اخد معايا توك وبنس، وبحطهم في البوك الصغير ده ماشي. هو اوريدي فيه اساتك صغيره فبحطهم كده مش بياخدوا مكان. ببقى ساعات عايزه الم شعري، يحصل اي حاجه التوكه اللي في شعري مثلا تتقطع او يحصل اي حاجه ما بلاقيش حد معاه توك وكده، فمؤخرا بقيت بحطها. ولو انت بشعرك لازم تاخدي معاكي حاجات زياده. شايفين الحاجه الصغيره دي حاطه فيها البرفيوم او البودي سبلاش او اي حاجه، فاهمين؟ بحيث ايه بقى هي صغيره ماشي وانتي هتحتاجي حاجات زي كده، فانا باخد كده منها بحط هنا اوكي كده تحفه كده. مش لازم بقى ناخد العبوات الكبيره وكده، هتتكسر اولا في شنطتك لو حذفتي الشنطه او حطيتيها في الارض، بتحصل حاجات كتير والبرفيوم بيتكسر او لو حاجه ازاز بتتكسر. اول حاجه هاخد الشنطه الصغيره دي عشان الميك اب بيتفتح وبيبهدل الشنط. انا نص شنطي متبهدله بسبب الميك اب، فاحط الحاجه دي شنطه صغيره واحط فيها بس الحاجات اللي محتاجاها، ما اخدش الميك اب كله، فاهمين؟ يعني اول حاجه كحل، ما بحطش كحل في عيني جوه بس بعمل بيه ايلاينر فبيتمسح بسرعه فلازم اجدده كده. احط بتاعه الحواجب دي اصلا كانت بتاعه مسكره قديمه، فلازم خدي الوان نود ما تكونش اوفر للصبح وكده. وبس اخر حاجه هي الفرشه وبس كده نقفلها وتتحط شنطه ومش هتاخد معاكي اي مكان. وبس كده ما اعتقدش هحط حاجه تاني. نقفلها وده بيكون شكلها، حبيتها قوي. هجهز بقى وناخد شاور وننام عشان بكره يوم طويل، وخصوصا اول اسبوع ده بيكون صعب في اي حاجه. بس اشوفكم فيديو جديد وباي باي.